السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الهانم اللي قاعدة وحطرنا رجل على رجل كده ومأنتخة. البنت دي يا جماعة بجد بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عايزة اقول ذكية، مش عايزة اقول ناصحة، مش عايزة اقول واعية. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك حاجة كده يعني. مش عارفة صغيرة، 4 سنين ونص او 5 سنين، انا مش عارفة بالظبط، بس هي صغننة يعني. بس كمة لماضة بجد بجد، انا عمري ما شفت كده، انا عمري ما ورد عليا حد كده. بجد قسما بالله لمضة لماضة فظيعة. اولا كده اول ما جات لي، هي كانوا متفقين معايا ان هم يعملوا بروتين، فانا ما كانش عندي وقت سامح، يعني الكلام ده كان من يومين، فمامتها جات لي النهارده على اساس جايباها خلاص، قرروا ان هم يعملوا النهارده. فكان معايا زبونة بروتين، وواحده هتعمل ميك اب ارتست، واحده هتركب رموش، المهم كان معايا كذا حاجه كده. فطبعا قلت لمامتها ايه، فمامتها بتقول لي احنا هنتاخر، قلت لها يعني بتاع مثلا 3 ساعات. فراحت مامتها ردت عليا قالت لا ماما احنا قاعدين معاكي، احنا كده كده بابانا في الشغل ومش هيجي الا بالليل ومخلصين اللي ورانا. طب يا ستي تمام اقعدي. فراحت دي رده بقى وقامت قايله ايه، لا 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 انا هقعد كل ده، انا كده هصدع، انا بتعب. اقسم بالله العلي العظيم بجد فصلان. وطول ما هي قاعده كان كل اللي عندي مركز معاها، ربنا يحميها يا رب، بسم الله ما شاء الله، بجد لمضتها هي اللي لفتت انتباه الناس. ربنا يحميها هي واللي زيها، ويخلي الكل اللي عنده يا رب، وما يحرمش حد يا رب منهم ابدا، ويدي للي عايز. بس بجد انا عمري ما شفت حد لمط كده زي دي صراحه يعني. عملت لها شعرها طبعا. على ما عملت لها بهدلتني، والله العظيم بهدلتني 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 بجد بجد بجد، توبتني ان انا اشتغل لاطفال تاني. بعدك يا رماس انت وسلمى استحالة اعمل لاطفال تاني صراحة يعني. البنت دي صراحة يعني بجد يعني حاجة كده، رفضت ان انا اصورها بوشها، رفضت حاجات كتير، رفضت ان هي تصور معايا فيديو، ان هي تتكلم فيه يعني. بسم الله ما شاء الله فاهمه واعيه. مع ان مامتها يعني صراحه هي تزعل مني لو انا قلت كده، شكلها غلبان قوي يعني، غلبانه جدا يعني شكلها، يعني حتى يمكن ما تكونش متعلمه، يعني مش عارفه يعني شكلها حتى معاها شهاده عاديه يعني. غلبانه خالص وشكلها طيبه، يعني انا قصدي ان هي يعني معهاش شهاده يعني عاليه، يعني متعلمه علام عادي، يعني شكلها طبيعيه، يعني شكل مامتها طبيعيه، بس البنت حاجه تانية صراحه. فانا بسالها بقول لها هي متدلعه جامد، وده دلع، واللي عامل فيها كده دلع، لان الكلمه قصادها 10 صراحه، وبترد وبتتكلم ومفيش خجل، مفيش كسوف، لا 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 لا. مفيش ان انا مثلا في مكان غريب، او ان دول ما يعرفونيش، او الكلام ده. فطبعا هي عشان مامتها اصلا اللي خلاها تعمل البروتين يا جماعه، مامتها قصت لها شعرها قصه بالغلط فبوظته. فليه بقى لازم تروحي تعالجهولي بقى عند الكوافير بقى. فطبعا الاطفال دي بتقعد قدام اليوتيوب بقى وقدام النت والكلام ده، بسم الله ما شاء الله شعرها جميل جدا، وده نتيجة انا والله ما كنت عايزه اصورها من كتر ما هي قرفتني. اقسم بالله ما كنت عايزه اصورها، كنت عايزاها تمشي باي شكل، لان بجد بجد هي مش مستفزه، هي لذيذه. بس صدعتنا، صدعتنا بجد والله العظيم. في الغسيل تعبتني، في التنشيف تعبتني، في المكوى يا نهار في المكوى شلتني مش تعبتني. بجد بنت صعبة صعبة صعبة. قالت لي هي متدلعة فعلا، وهي عشان كده بنت وحيدة. فانا بقول لمامتها ايه، هاتلها بنت تانية. العقاب الوحيد اللي قالت لي لا لا لا، ده انا خاف اجيب تاني يعني يموتوني، كفاية عليا دي. إيه كان يوم صعب صراحة. دي كانت نهاية الفيديو، واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.